هتحلفي انك عاملاه في البيت، لان كل اللي هيدوقوا عندك لازم هيسألك ده جاهز وازاي عاملاه في البيت. لانشون المصانع بالطريقة الأصلية من غير إضافات غريبة ولا مكونات ملهاش أي علاقة باللانشون، بطعم وشكل الجاهز ونظافة وأمان البيت. جبتلك كل الأسرار اللي هتطلعوا معاكي ما يفرقش حاجة عن اللانشون اللي بنشتريه، والطعم حقيقي أحلى بكتير. أنا مي ودي قناتي ميوش كيتشن. لايك وشير للفيديو ويلا نبدأ وصفتنا. اول حاجه بجيب نص كيلو من صدور الفراخ، نخليها من اي جلده او عروق تكون موجوده فيها، وعايزاها يكون فيها نسبه تجميد كده عشان ده بيخليها تتفرم احسن والقوام بتاعها بيبقى حلو. بعد كده احطها في الكبه، ابتدي بقى ان انا افرمها. عايزه افرمها فرم ناعم جدا، لازم تتفرم كويس قوي. بفتح كده واقلب الجوانب وارجع افرمها تاني لحد ما تنعم معايا خالص، تبقى زي الكريمه كده. نيجي بقى للاضافات البسيطه اللي هنحطها عليها عشان نعمل احلى لانشون. نص كوباية من النشا، عليها نص كوباية من التلج المجروش أو المية، يعني مية تكون ساقعة جدا. النقطة دي مهمة جدا وهتفرق معاكم في النتيجة النهائية قوي. اقلبهم كده مع بعض، وانا انا بحب احط تلج اكتر يكون مجروش، عشان احنا لسه على ما نكمل باقي الخطوات في الوصفة بيكون خلاص ساح وبقى مية متلجة، فكده نضمن انها تفضل ساقعة. هحط بقى عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، كمان معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وأهم مكون معانا اللي لازم يبقى موجود في اللانشون هو الحبهان المطحون. ناخد منه كده على طرف المعلقة، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة. ومعايا كمان معلقة من المرقة الفورية، ممكن مكانها تحطوا مكعب مرقة عادي، بس المهم تتأكدوا انكم دوبتوه حلو قوي عشان ما يبقاش قطع كده باينة في اللانشون. المرقة مهمة جدا برضو وبتفرق في الطعم وبتقربه للجاهز. ضفت كمان معلقة صغيرة من الملح، او ظبطوا الملح زي ما تحبوا. واخر حاجة بقى في البهارات هتدينا طعم تحفة ونكهة مميزة قوي، طعم تدخينة حلوة كده، هي البابريكا المدخنة. هحط منها معلقة مليانة حلوة كده. هقلب كل الحاجات دي كده، ادوب كل البهارات مع النشا مع كل حاجة كويس قوي لحد ما الخليط يبقى معايا بالشكل ده. ده بقى اللي هيطلع لنا احلى لانشون. بس استنوا كمان اوريكم باقي الاسرار التانية. بعد ما خلاص اتأكدت ان الفراخ اتفرمت حلو جدا وبقت ناعمة خالص، هنزل بقى بالسائل اللي عملته ده، وهزود عليه كمان نص معلقة من البيكنج باودر. اضربهم بقى مع بعض كويس لحد ما القوام بتاعهم يبقى ناعم خالص بالشكل ده. في الاخر ضفت عليهم 3 معالق كبار من الزيت، وهقلبهم كده كويس، وكده خلاص خلصنا. شفتوا بقى سهل جدا، مكوناته بسيطة جدا جدا، مش محتاجين اي اضافات غريبة ولا حاجات ملهاش علاقة باللانشون. قسمتهم كده على 2، ممكن كمان تعملوهم يعني رول واحد كبير لو حابين. فتحت بقى كده كيس حراري، هحط بقى نص الكمية، ابتدي اوزع نص الكمية فيه بالشكل ده. الم بقى الجوانب كده يمين وشمال، اقفل كويس جدا. جبت سكرابر كده او باي حاجه تحاولوا كده تضغطوه حلو قوي عشان عايزينه يبقى متماسك. حاول اضغطه بقى كده كويس عشان عايزاه يبقى متماسك ومفهوش اي فراغات زي ما شفتوه في اول الفيديو. الف رول كده واضغط عليه، احاول بقى المه كده على بعضه، ولو في اي فراغات بحاول ان انا اطلعها كده بدبوس صغير. اضغطه كده كويس قوي بقى على قد ما اقدر، والفه كده من الجوانب كويس جدا من الناحيتين، وحاول ارول فيه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ياخد الشكل اللي احنا عايزينه. نجمعه كده، نجمع العجينة على بعض كده ونلمها من كل ناحية كده، ونحاول نخليه ياخد الشكل الاسطواني ده. وقفلت الجوانب بالقفلة بتاعت الكيس الحراري دي. لو ما عندكوش، يعني ساعات برضو بقفلها بقطعة من الاسترتش الغذائي، قطعة صغيرة كده ونربطها عادي خالص. اهم حاجة نقفله كويس قوي عشان ما يدخلوش اي مية وقت السوا. بعد كده بلفه بقى بورق فويل كويس برضو، احاول اقفل كده كل الجوانب برضو من الطرفين كده كويس عشان نبقى ضامنين ان هو ما يدخلوش اي مية. الجزء التاني ده بقى هضيف عليه لون غذائي احمر وهقلبه فيه كويس كده. قلبته كويس كده عشان يدينا اللون الاحمر للي يحب لونه يبقى احمر، عشان في كمان ولاد يعني مش بيقتنعوا باي لانشون غير لما يكون لونه احمر كده. ده بقى هعمله في كيس اللانشون ده لو متوفر عندكم، ده بيبقى كيس كده مخصص للانشون. حطيته في كيس حلواني كده او حتى تحطوه في كيس عادي مفيش مشكلة، عشان بس يبقى سهل عليكم وانتوا بتفضوه في الكيس. بفضي كده، حاول كده اضغطه فيه كويس قوي برضو عشان
ما يبقاش فيه اي فراغات. افضي كده اي فراغ منه واقفله برضو بنفس الطريقة زي ما قفلنا التاني عادي خالص. وزيادة تأكيد برضو هلفه برضو بورق فويل. جبت بقى حلة كبيرة يعني تكون مقاس الرولات اللي احنا عاملينها، وانزل فيها كده بمية مغلية، حطيت فيها كده شبكة وهحط عليها بقى اللانشون. حاول اظبطه على الشبكة بالشكل ده. تمام كده، ابتدي بقى اغطي عليه بفوطة عشان طبعا عايزة اكتم البخار جدا على قد ما اقدر. وعليها بقى احط الغطا، نغطي الغطا عادي ونقفل بقى كويس. اهم حاجة نتأكد ان احنا بعدين الفوطة دي عن النار، ونسيبه بقى على نار هادية لمدة ساعة. هياخد ساعة في التسوية. طبعا خلال الساعة دي نبص عليه، لو المية نقصت ممكن نزودها. اول ما يطلع بسيبه يبرد خالص، وبعد كده هبتدي ان انا ادخله التلاجة. اول ما يطلع نسيبه يبرد خالص، وبعد كده ندخله التلاجة. ما ينفعش نقطعه خالص وهو سخن، يعني الافضل ان احنا نستنى تاني يوم عشان يتقطع معانا ويبقى متماسك وكويس. افك الرول التاني برضو. الرول ده بيدي شكل الجاهز بالظبط وبيبقى تحفة بصراحة. نفتحه بقى عشان نبتدي نقطع منه. شايفين بقى اللون طالع حلو جدا ومظبوط. الريحة كمان أول ما فتحت كده كانت تحفة، يعني ريحة لانشون كده جميل. أهم حاجة بقى السكينة تكون حامية. الأفضل كمان تكون الرفيعة دي، بحب أقطع بيها يعني بتقطعه معايا كويس. شوفوا بقى شكل اللانشون والقوام بتاعه، النعومة يعني ناعم جدا كده وانا بقطعه، مفيش فيه اي فراغات. يعني طبعا عشان فرمينه حلو جدا بيتقطع بمنتهى السهولة، مش محبب ولا فيه قطع ولا اي حاجة. بجد كل حاجة فيه مظبوطة. تقطعوه بقى رفيع خالص على قد ما تقدروا لو حابين، وبرضه لو حابين تقطعوه تخين، يعني زي ما تحبوا. هيعمل معاكم كمية كبيرة جدا. طبعا تقدروا تعملوه بالزيتون او بالفلفل الاسود، يعني تضيفوا اي اضافات بقى انتوا عايزينها. انتوا يعني وقت ما انتوا بتفردوه كده على الكيس الحراري وتبتدوا بقى توزعوا الزيتون والفلفل. فلفل طبعا الاسود يكون حب صحيح كده، وتدخلوه جوه اللانشون. انا حقيقي مش عارفه اوصف لكم جماله، النعومه والقوام المطاطي بتاعه. فعلا الوصفه دي انا مجرباها كتير قوي، يعني مبقتش اغيرها ابدا بقالي تقريبا 3 سنين. وكل مرة النتيجة بتاعته بتعجبني جدا. يعني كل اللي هقدر اقوله لكم ان انتوا مش هتعرفوا تاكلوا الجاهز ده تاني بعد كده، يعني سواء هتعملوه بقى بلون او من غير لون، المهم لازم تجربوه وترجعوا تقولوا لي رأيكم فيه. ما شاء الله كمان بيطلع كمية يعني كبيرة جدا، من نص كيلو من صدور الفراخ هتطلعي كمية حلوة قوي. يعني قطعي بقى الكمية اللي انتي محتاجاها تكفيكي يعني حوالي 3-4 ايام كده في التلاجة. حطيها في علبة كده في التلاجة، علبة محكمة وقفلاها كويس. والباقي تحطيه كده زي ما هو، يعني رول كده في الفريزر. قفليه برضو كويس جدا، وتطلعي منه بقى يبقى فريش، مش بيفرول خالص ولا اي حاجة. عن تجربة بتسخنيه او بتسيبيه يهدى خالص وبتقطعي منه. امشوا على كل الخطوات البسيطة اللي عملناها، وهيطلع معاكوا لانشون بقوام مثالي ولا غلطة، نعومة وقوام حلو. بصوا بيتني معاكوا كده ومطاطي وطعمه رهيب وسهل وبسيط جدا. طبعا الطريقة دي بقى يعني ولا فيها بيض ولا فيها جيلاتين بقى يسيح منك ولا اي حاجة. عادي خالص بقى تقدري تحطيه على البيض او في اي حشوات او معجنات او بيتزا، كله شغال معاكي. انتي حتى لو قطعتيه تخين شوية كده وتعملي بيه احلى سندوتشات كده زي البرجر، بجد بيبقى فظيع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت تشجعوني بلايكات كتيرة قوي للفيديو، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.